جاهزين ننزل؟ جاهزين. اليوم استثنائي جدا، طبعا ما بدأنا مقدمة، ما كنا نبي نصور هذا الفيديو بس لأنه كثير اتصالات اجتني من أهلي ومن أصحابي، مش قادرة ألاحق أرد فعليا. الحمد لله احنا بخير وكل الناس اللي باسطنبول بخير، والله يعين الناس اللي بالجنوب التركي وبسوريا بكثير مناطق تضرروا، والله يرحم جميع أمواتنا ويعين الناس اللي راحت منهم بيوتهم. وطبعا احنا غير كمان الزلزال، احنا من قبل الزلزال بيتنا أصلا كان بيهتز لأنه في عاصفة ثلجية كثير قوية، يعني ما حدا بيقدر يطلع على الشارع بهذا الجو، الشجر بيطير لدرجة الثريا في بيتنا أو النجفة هاي بتتحرك بطريقة كل شوي بتتحرك لدرجة إنه أنت صار عندك وسواس. والله احنا ما ميزنا الزلزال، يعني لما بتصلوا فينا بيحكوا لنا على الزلزال فكرنا إنه هذا كان من العاصفة الثلجية. الله يكون بعون الناس كتير. اللي يعني تخيلوا إنه زلزال وبيوت مهدمة وطواقم الإنقاذ بتشتغل تحت الثلج وتحت الجو البارد هذا، الله يكون يعني بعونهم يا رب. ليلة صعبة على كثير ناس ما عندها بيوت وناس فقدت بيوتها. ادعوا لهم، ادعوا لكل الناس اللي تعرضوا لهذا الزلزال، ادعوا لهم ربنا يصبرهم يا رب، يصبر قلوبهم ويرحمهم. فعليا الليلة كثير صعبة، أنا بكره أنا دائما بحكي لبابا بكره الليالي اللي زي هيك يا بابا، بكرهها اللي بتكون برد. الحمد لله الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. اليوم حبينا ناخذكم معنا، بس هذا الفيديو لتطمينكم، حبينا ناخذكم معنا. أول شيء رح ننزل نجيب شوية أغراض للبيت لأنه البيت على آخره فاضي صار له كم يوم، والعاصفة ممكن تزيد هاي الثلج وما بعرف إذا الكلام صحيح، بس بيحكوا رح يصير زلزال على الساعة 10 أو 10 ونص، فبدنا نأمن على الأقل البيت عند ونجيب الله أكل. طبعا ما حدا بيعرف. فأول شغلة رح نعملها رح ننزل ماركت ونجيب أكل. الوقت متأخر طبعا شوية، حيصير المغرب. مش متأخر نص النهار، بس بابا بالنسبة له هلا بيعتبرها الفجر، بتعرفوش ليش هيك فجأة؟ غيرت رأيي بابا، ما بدي أجي معكم، حاسة حالي حمود. ما راح أقدر أثبت الكاميرا. يلا رح ننزل عشان نبدأ تسوق لهذا اليوم. بابا كمان صار جاهز، لابس طقم الثلج، قلدني ولبس أزرق زيي. صدفة والله، ما فكر. صدفة فعلا. كشف طقوس اسماعيل في المطر. شايفة مين بتذكرني؟ بجيب لي عشان على كشاف هنا ما فيش حماية، فأمك بتجيب لي. يلا بسم الله. صحة وعافية. كيف؟ يا أخي أنا بحس بشعور حلو لما أشوف بابا لابس الطاقية، بدفع عنه. استنى في لك لفحة. لا خلص مش لازم. هاي خلص. نعم. هي عملت خلص والله خلص. احكي لها بابا بلاش والله ما لها لزوم والله. خلص 3 عنيفة على هذا الدكان، خلص. هذا شيء تطقيم الألوان. تحكيش لأمك إني شرحت اللفحة. مسكي مرام. أنا كثير مبسوطة، الكفر اللي وصلت عليه رح يوصل. مبروك يا بابا. يلا مرام عندها هوس شيء اسمه كفر التلفون والله، يعني تجيب لي هدية يجيب لي باكيت هيك كفرات معين. طبعا طلعت هلا على الماركت بالضبط، ذكرتني السنه اللي فاتت برضه كان كتير في ثلج، وصورنا لكم فيديو. احنا رحنا في الفيديو على الماركت واخذناكم في روتيننا في العاصفه والبرد وهيك. الوقت مش متاخر كتير، لسه الساعه 5 بس مبين كانه الدنيا ليل. شايفه؟ لا بالعكس الدنيا نهار. شوفوا بس شوفوا مش عارفه بابا الرجل مش عارف يمشي كيف. الله يعينه، احنا هلا حنصير زيه. مش عارفه مرام بابا ليش حاسين انه هذا الوقت مبين متاخر. انا شايفه الدنيا نهار. بفتح الدرج اخذ فاين، لقيت بابا بيقول لي انتوا بتعرفوا انه الكاجو هي المكسرات المفضله عندي في الحياه، شاري كاجو ومش مطعمينه ولا حكي لي عنه. طب ليش ما تفكري انه انا مثلا اعمل لك مفاجاه وبقول لك افتحي الدرج وطولي مناديل عشان تشوفيه. يما على الترقيعه يما منك. يلا نمسح الشباك. كمان السواقه بهذا الوقت صعبه، بما اني باخذ رخصه السواقه صرت افكر في السواقه في كل الاحوال. شايفين كيف الجو؟ شوفوا الحديقة كيف كلها لونها أبيض. لسه قبل كم يوم كنا نصور لكم تحديات 360 فيوز هون وكان كلها خضار. طبعا في تلة قريبة منا، فاحنا حكينا لبابا بما انه هي بطريقنا فننزل عندها شوي علشان نورجيكم الثلج. بحب اضيف معلومة انه ما فيش ولا مجنون بيجي هان غيركم، بس انا كنت مفكراها تكون ثلج اكثر من شوارعنا، طلعت شوارعنا ثلج اكثر منها. بتولع نار، بتشغل مدفأة، بتحط كستنة. يا ماما انا امبارح نايمه ومتغطيه بالحرام، خليني احس بالثلج دقيقتين مع مش حدا مجنون غيرنا هان. يلا يا بابا ماشي. حياة انا بنصحكيش يا بابا تنزلي. لا تعالوا نشوف. طلع هاي الدافة. هذا فعلا هذا فيديو كيف تمرض في 5 دقائق. نصيحة ما حدا ينزل بالثلج الا وهو لابس طاقية مغطية وجهه، لأنه الثلج بتحسه ما كناش عارفين ابدا، ما كناش عارفين. لا ثواني. لا ما كناش عارفين. بحكيش على هيك، بتعرفوا الثلج بتحسه بضربك كف. شايف الثلج هناك على السفوح الجبال هناك، ما بعرفش نبين. مش عارفة شو. بابا امسك صور امسك. حياة خلص يا بابا انا انظلمت، انا عيان.
المهم زي ما بحكي لكم يا حبايبي انه تلبسوا طاقية تغطي جناب وجهكم عشان الثلج بيجي كانه بضربك. عارفه لولا المعلومه هذه الصراحه ما كناش عارفين كيف بابا انا هاي نتصرف. المعلومة هي اول مرة اعرفها لما جربت. هاي مش عشان المطر، هي الثلج هيك. هي ايدي اتجمدت يا بابا. يا رب الواحد بده يحط ايده في جيبته ولا يمسك كم ايه. ايش هذا الشكل؟ حكيت لك ايش حتندمي. هذا المنظر اللي انا فيه مش حكيلي. الله كيف يا ربي ناسي البس كفات ايدي تجمدوا ما اخباني. بسم الله الرحمن الرحيم. نبلش ناكل باكيت الكاجو اللي ابويا المفروض ابويا حبيبي مخبيه عني. ماشي بابا. سبحان الله كيف الله خلاني اكشف الموضوع. بابا انت عارف اني ما بحبش غير الكاجو بحياتي والله. يعني انا بجيب هذا الباكيت باكله على قاعده. انت عارفني يا بابا اللي هو ايش بكي لي لما طلعته. انت بتحبي الكاجو شكلك. اليوم شوي عندك يلا خلص الباقي الي صح. بسم الله الرحمن الرحيم. اتوقع عرفتوا ليش بابا برضاش يغسل سيارته، لانه غسلها وبعد يومين تبهدلت صح مرام؟ بابا هلا فهمت وجهه نظرك لما كانت السياره صار لها شهر متبهدله ومش راضي تغسلها. شايفه غسلتها قبل يومين ودفعت عليها بعد يومين غسيل وبعدين تبهدلت ثاني. يلا خليها لاخر الشتاء. عن الارض ممكن تزحلق، فالمحظوظ اللي لابس شوز هيك من تحت. يلا يلا. بتعرف الواحد في البرد بصير يجوع ياكل اكثر. بابا هاي الكرتونة الكاملة من وين بلاقيها؟ بدي اشتري كرتونة كاملة، بنضلنا نشتري باكيتات يمكن تكون اوفر. مرام هم مش عارضينها بكرتون، عارضينها باكيتات. اوكي رح ناخذ من هون. هذه فاضية. ما عارفه مصلحتها. ايوه بابا حيبلش يجيب خضرة بندوره. انا لما شفت البندوره في الجو البرد هذا تذكرت انه الواحد ممكن يعمل شكشوكه هيك دافيه. شو بدي اعمل لك اليوم؟ ياي شو بدك تعملي؟ بافاريا. بافاريا؟ ليمون كويس في الشتاء يا بابا. للانفلونزا. طبعا بابا علمني كيف اشتري ليمون. كل ما كانت طريه كل ما كانت احسن. ناعمه كمان. نجاص او كمثرى. ما بعرفش انتوا ايش تحكوا. في انواع منه طبعا. احنا بنحكي عنه نجاص. فلفل. الجوز ماما بتحبه. ماما الوحيدة اللي ذوقها غير عنا في الأكل في البيت، بتحب حاجات إحنا ما كلنا بتلاقونا مش مهتمين فيها. منشف مقشر ومفشر أي حاجة. جوز حاجات زي هيك أنا ما بحبهم. مرام بتعمل مصالح بتلفلف ورانا وبتروح بتجيب بسكوت وعامله حلويات بتسوي. هاي بدي أعمل لك حلويات إشي بجنن، بنعملها بالفيديو. خليها تاخذ راحتها. مرام بتجيب ساندويش تشي كفتة. أكدت يا مرام إنك جاية تساعديني بابا في التسوق للبيت. هذا اسمه تشي كفتة مع إنه ما له علاقة بالكفتة، هو عبارة عن بتجنن على فكرة. شوفوا هي الساندويش ومعاه صوص جبنة. كتر خيرك يا حبيبتي يا مرام يا بابا انك جايه بتساعديني والله. مش يعني مش مخليه ولا حاجه ما شاء الله. مرام لا بجيب اغراض للبيت. انا شفت هون بوريك جبنه حاسه بجو المطر هذا حيكون الوضع لون. طبعا انا جبت لإلي سندويش شي كفته. هذا بالسبانخ كمان. لا ايوه هي بالجبنه. طبعا كيف شالها؟ لا لا يا حبيبي اخذت البطاطس هدول. لا بحبهم مش هدول. وطبعا احنا اخذت كاكاو لانه خلص من عندنا، وانا اليوم بدي اعمل لكم حلويات. بابا العدس للشتاء شيء مفيد بتعرف انت صح؟ تفضل. بابا العدس حبيبي في الشتاء. بتعرف الواحد بالشتاء بيجي يعمله بس يعمل شوربه عدس كل شوي. هي بابا عاملين ماتشنج تحت الجاكيت على فكره. طبعا واضح انه الاجواء سعيده جدا هون. مش حاسه بايديا العاصفه قاعده بتزيد منيح انه جينا نعمل عاصفه نحط اكياس بالشنطه. يلا حطها. يا ربي مش قادره. اثار كنان الله يسهل عليه. بن عمو كان بحط لي حلويات في كل مكان. بضحي وبصورك. يلا يا بابا انت يلا. بتدفع قبلي. شكرا. ياي راحة نفسية لما الثلج كله راح. بابا قرر قررت فعلا يكمل مسيرة التسوق تبعت اليوم لحاله واحنا نضل هون عشان هو خاف علينا صح؟ فعلا قررت. شايفة لو انك جيت ساعدتيني كان خلصنا بدري. كيف ممكن تسوقي فيك اجواء يا بابا انت؟ عفوا لا كيف ممكن تسوقي فيك اجواء؟ اللي خلاك تسوق خلينا. انا عمال اسوق وانا مش عارف اشوف الاجواء يا بابا. والله ما انا عارف اشوف قدامي. بابا راح اتدرب ان شاء الله، وهي سيارتك موجوده عندي للتجارب اذا صار حادث ولا شيء لا سمح الله فدايه. مش حنصير نستنى يصير حادث؟ وبعدين كيف فدايه؟ يعني انت ممكن لا سمح الله يصير حاجه. ايش يعني حبيبي ايش يعني؟ لا كيف بتطلع؟ انت حتعلمني. شوفي كيف بتطلع لانه انا اخترت. طب يعني انا وانت بتحط راسك هون مستعد احط راسي هون انا وقت. ضباب عادي يا حبيبي. على العموم بدي خليك تعلمني، حتى بدي انزل فيديو، صار لي اسبوع بترجى بابا انزل فيديو بس هو مشغول، انه هو بيعلمني السواقه انا ومرام. بس يخلص الثلج ان شاء الله راح اخذك واعلمك السواقه. أيوة. انت ومرام باذن الله وناخذكم معنا في الاجواء والتجربه. بلشت تعتم الدنيا واحنا خلصنا تسوق، فهلا رايحين على البيت لانه الجو هذا جو بيات شتوي مش اكثر. رح نعمل عشاء بتوقع هذا لانه عدينا موقف الغداء يا بابا.
لا يا بابا غدا. والله عدينا انو غدا. اوكي هي مبينه هيك بس شو اسمه؟ خلص اسمه يا بابا خلص تحرجنيش. مش عارفه اذا بتعرفوا لما يكون عندكم وجهه نظر مش عارفين توصفوها. بدي احكي انه لسه ما صارتش ليل، ما حدش بيتعشى وهو في نقطه نهار. اخيرا وصلنا البيت. جزئية انك انت بتستناهم يفتحوا الباب هاي برضه متعبه. مرام ماتت. السلام عليكم. الجو برا دافي جدا. كثير باينه على الوجه. يلا شو لما ندخل البيت كيف ياي هيك حالك دخلت دفايه، بس دفايه مريحه. يعطيك العافيه يا سمار. الله يعافيكي. انت يا فوفا عملتي لنا اكل ولا لسه ميتين جو؟ ميتين. بعمل اكل بس في اغراض واقفه عليكم يعني. في اغراض واقفه عليك. اكلنا هوا. عشاء. بابا متحمس داخل على المطبخ مباشره يساعد ماما لانه كان في اغراض في الطبخ واقفه علينا. بغسل ايدي ها. لحظه بابا لازم تغسل ايدك حبيبي اصلا. انا مش محتاجه. لا انا بقدرش، لازم اساعدك. حسوا بدي احكي لكم شغله، ماما اللي بدخل على مطبخها بتعتبره ضره الها، بتنبسطش وبتقول يلا بساعدني. ما بعرفش اشتغل في ناس في أقسم المطبخ. بالله ما انا هي بحكي بتعرفش تشتغل الا لحالها، اذا حدا دخل على المطبخ بتعتبره ضره الها. هاد اول شغله. هاد شايفه هيك بغض النظر. عارفين والله عارفين. نشيل الزفاره. بدك تعمل ايه؟ دجاجه على الفرن وخضار حواليها. انت ليش تنقليه؟ بعرف. انا عندي احساس. يعني أول ما شغلة. بتعرفش. اول شغله بدنا نشيل الزفاره. طبعا الفت كانت تستناني عشان اجي اشيلها اياها. ساعات غلط انتوا دقيتوا الباب بس. سبحان الله انها صدف جميله. جزئيه ماما تتفقد بابا شو جايب. شو هاد جايب بصل فضي؟ اهلا وسهلا. بيجيكي بس وقت التفقد البس نظارتي عشان اعرف اشوف. اللي بيجي مع التسوق بيلحق حاله وبجيب له حاجات يا استاذه ملاك. ما بتحديها بس ميت الشوزات الموجوده هون والشباشب اشي بضحك، ما بس حبيت. يعني هدول لبابا ما حبيت. وهدلاك للحمام. شو ملاك؟ ايش مش ملاك؟ فائده لإلي. مش فائده لإلك؟ تعالي يا بابا تعالي مفاجاه. ملاك بتحبها. مفاجاه يا ملاك. ملاك تعالي. يمكن تحب هاي. تعال شوف حلويات زمن الطيبين يا بابا بابا. بضل يجي يحكي جبت لكم مفاجاه كذا كذا كل مره. والله كيف. مرام شو اليوم مرام لبست لك على لونها. يا رب يطلع زي اللي كنتوا تاكلوه بس. ملاك نص نص؟ لا انا ما نص رح نص آكل انا والله. ومرام. الحلقوم اللي جواتها بطعم الورد، بس بالعكس طعمه لذيذ. شو رايك يا مرام؟ مرام مغمى عليها من الطعم. والله لذيذ. زاكية؟ هي زاكية حتى وهي متجمدة. بحبش حلقوم الورد. سندويش انا بحاول الاقيها من ساعه مش لاقيها. ملاك بتحبش حلقوم الورد، عيدها بتقدح الكرتونه كلها. هي اكلت البسكوتة كلها. جنن على فكره. بتعرف شغله، انا اول ما شفت هذه مع بابا قلت له بابا ايش حدا جاب مفاجاه. بعدين لما دقته انا خجلانه احكي اني بدي اكل كمان لسه. ياي تذكرت اني انا جايبه لي طبعا كل وحده جابت اشياء وانت خليكي قاعده في مش البيت. بنتك انا؟ هم يا بابا اللي ما في بيختاروا. بابا. ما شفت. طلع جايب لي شيء لك ما عين شفت. تزعلي جاب لك حلقة. طعمتهم كلهم منها بديش. بس احكي شغلة، كلهم غيروا قعدوا انا ما شلحت الجاكيت ولا الشوز. انت يا بابا عشان اليوم أنا صورتنا. بصوركم. اقسم بالله انك انت يا بابا ما فيش منك. اذا ما صورت خلص بتركوا التصوير. يلا هيا انت يا بابا كبيرة هذا البيت. احرجني. شفتوا كيف كلمة انا بنتك علي. شكله مش عاجبك. زاك اها حلقوم مش كثير يعني. شو حتعمل لنا اليوم يا ألفت بالاكل؟ بدي اعمل دجاج بقلب الكيك. شيء غريب. دجاج حلو يعني؟ ورز. ورز. ملاك طلبت كبسه. بدي اعمل كبسه. لا هي طلبت رز بس انا بدي اعمل كبسه. اي تمشي معي المهم رز. كبسه؟ تمام. طيب يلا ان شاء الله بطلع حاجه كويسه. بس بده وقت الاكل يعني عشاء حيكون. مرام حطعملي معاها من التشيك كفته اللي جابتها. طبعا هاي الفروه اليوم انقذت الوضع، لانه لو تسمعوا الصوت الحقيقي كيف بكون العواصف هيك صوتها كثير عالي، بس هاي بتخلي الصوت يطلع اخف. بس هيك حبيت اعرف كل الاشياء. مرام كيف الساندويتش؟ جنن. بابا قاعد بجيب هذا الضو رح يحطه بالمطبخ، لانه هلا اغلب الوقت حتلاقونا قاعدين بالمطبخ بناكل بنحضر للاكل، فعشان يكون كل شيء واضح. ملاك شوفوا كيف بتساعد ماما. بفضل اكياس. بتفضل الاكياس. ومرام بتساعد ماما انها بتاكل. مرام ساعدت بابا. يلا طبعا هذا الساندويتش كل العيله دقته. لا ما دوت انا. عملت اجواء شايفه؟ بابا بيعمل اجواء فنيه. ما لقيت الجزر والله. طبعا مرام خلصت تاكل ساندويتش للتشيك كفته وقاعده بتدير بالها عن السميك اللي جابته. وبتحطه في هذا المرتبان. انا كثير بحب شكل هذا المرتبان على فكره. انت يا ملاك هلا بس حتطلعي الاشياء من اكياسها وخلاص ولا شو؟
بحطهم بالثلاجة وبعدين بروح. ايوه حلو. والاشياء اللي بدهاش ثلاجة بتحطيها بمكانها صح؟ يعني لو تلاحظوا بتحسوا ملاك هي اللي بتساعد ماما وانا ومرام اللي بنكون مع بابا. وعندنا هون بابا اجى يمنتج الفيديو. رح احكي لكم شغله، هذا الفيديو رح ينزل في اليوم اللي نزل فيه، اعرفوا انه هو نفس اليوم اللي تصور. اذا كان قدرت انا بوعدكيش. لا بتقدر بابا، انا بعرفك، الساعة انا واثقه فيك. الساعة هلا 7:15 المغرب، فإذا لقيتوا الفيديو نازل بالليل اعرفوا إنه هو اليوم وبابا منتجه ونزله. ودي على الثلاجة. شاطرة يا أختي. لسه في كيس هناك نسينا نجيبه. هذاك خبز. تحسوا المطبخ مليان، وطبعا مبين على ملامح ماما الاكتئاب. تتوتر مش طبيعي. هاي صرها ساعة بتحكي عني واقفة منظرة بساعدش ماما، ولقيتها هون قاعدة تعمل نفس الحركة. أنا ما حكيت هيك. هذا البوريك اللي جبته. صحة وعافية. خليني أدوق. طبعا هاي عبارة عن تصويرات لأنه مبين إنه الطبيخ لساته مطول، الأكل يعني. هذا فطوري صراحة لأني ما فطرت اليوم، صحيت متأخر. لذيذ. مرام جايه بامان الله بدها تعمل كانت بافاريا، او في ناس بيحكوا عنه شو مرام كيك بارد. انا بحكي لها مرام شو طريقه اللاتيه اللي بتعمليه او الايس كافي اللي بتعمليه. فبس حكت لي هيك حسيت بالمسؤوليه، حسيت انه لازم اعملها لاتيه زي اللي لانه عجبها يعني. هي اول شغله بنحط باكيتين لاتيه هيك تمام. تجيبي النسكافيه عادي او بيحكوا عنها قهوه مرات، قهوه سريعه التحضير بيحكوا عنها. واحده تنتين هيك نص يعني تمام. وبعدين بنجيب الحليب بندير شوي. بعدها رح نضيف لهم صوص كراميل. كمية السكر في هذا المشروب رهيبة. نضيف معلقة شوكولاتة من هون. اوف مرام قليلة هذا مشروب عبارة عن كل شيء. صغيرة هاي. ضيع كل مجهود الفترة اللي فاتت. لأنه أنا بحاول أخفف السكر لحد ما مرام تحط الصوص. شوفوا ملاك إيش بتعمل. بقطع الجزر. واو شوفوا منظر الخضار هون بعد ما تتبلوا. طبعا هلا ماما شو بتعمل؟ بتجيب الدجاجة وبتحطها هون وبتتبلها. وبعد هيك بنحط كراميل على كمية الحاجات اللي حطيتيها. اوكي يعني حطت صوص شوكولاتة وصوص كراميل. واخر اشي رح نحط. نعم يا اخي انت ليش بتأمنيش فيها؟ مرام انا مآمنة انه المشروب زاكي، بس انا بحكي لك بتعرفي كمية السكر هاي قديش؟ ولك من متى ولك من متى صايرة فنانة. وبتحط عليهم نسكويك وحليب. ما شاء الله جاني فضول ادوق هذا المشروب. جاي على بالي احكي لكم جربوه، بس ممكن ما تلاقوش كل مكوناته في البيت في نفس اليوم. وحطت ثلج في المشروب وهلا بنسكره. طلعوا شكله. وهلا صار وقت هاي تدوق المشروب اللي عملته، ان شاء الله يا رب يعجبها. بجنن. لحقت تدوقه؟ جد؟ والله ما بجنن؟ بجامل يا هبله. بجنن. وحتى طلع لي النسكويك لانه هاي شفاطه كبيره فدخل. بينفع اصير اشتغل اعمل قصص هي؟ اذكى من الكافيهات صراحه. وحسيت بفخر حاليا انا يعني. والله ما بحب هاي اللي ما بتعرف تبدي ردود فعل قويه، حسها يعني اعطتني رده فعل، متخيلين؟ بعدين صراحه بالايس كافي وهاي القصص لاني كثير بحبها، فذوقي فيها مش لهالدرجه سهل اي شيء يعجبني. مميز. شكرا لك عزيزتي، الله يسعدك. صحه وعافيه. وهون ماما قاعده بتتبل الدجاجه زي ما انتم شايفين. قصدك؟ بتمكيجيها. شوفوا لي قعده الدجاجه. طبعا هاي الطريقه ماما لقتها من النت ولما زبطت معها كيفت. عجبتكم كلكم. ما هي لذيذه. واو. بتحط بقيه التوابل جوا الدجاجه اللي مقطوع راسها. هي حرام. شوفوا الدجاجه كيف تحسوها قاعده. يا حرام. اشوف بترقص بلاء. ادي هاي بتتهمني ان انا سممتها وانها تعبت كثير من بعد المشروب. ما اتهمتك، بجنن والله ولذيذ، بس شبعت لدرجه دخت وتقلت وبطني صار يوجعني ومش قادره اتحرك. بابا حابب اعمل لك نفس المشروب اللي عملته. ليه بابا؟ عشان اقدر اكمل مونتاج الفيديو. هذا المشروب لو واحد معه سكر بوديه في داهيه. انا اكلت يا بابا ربع معلقه شوكولاته وحسيت اني دخت. طبعا احلى شعور بالحياه يكون دور الجلاية على اخوك، بتحس انك يلا تعالي يلا فضي لو سمحتي فضي عفوا منك. خلص نص الطار يلا. لا تكون هاي بتستناني اجلي عنها كمان هاد. لا والله يا اختي، بس كل القصه اني دخت دوخه، يعني انا بالعافيه قاعده بفضي الجلايه. يلا الله معك، يلا كملي. برافو 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 برافو. يلا 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 يلا. يا جماعه المشروب هذا كثير لذيذ بجنن، بس بدوخ للناس اللي بياكلوش سكر كثير. خلينا نشوف شو صار في الرز. ماما عامله هون كبسه. ريحه الاكل بشهي، قرب يستوي على فكره. حالة مرام اليومين هدول بتلاقوها قاعده في اي زاويه وماسكه تليفونها بتلعب. طبعا هي وملاك ودينا بيلعبوا مع بعض. انا بعاني من زهق يا جماعه عشان هيك.
وبابا قاعد بكمل مونتاج الفيديو، قرب يخلص على فكرة. هذا الفيديو حينزل اليوم، يعني اليوم هذا اللي بتشوفوا فيه الفيديو تصور اليوم في نفس الوقت. وماما قاعدة على تلفونها وبتطلع عليه، بتابع اخبار الزلزال. بتتابع اخبار وبتستنى الاكل يستوي وبتضل تشقر عليه. وهلا ضايل بس نستنى الاكل يجهز وبعدها حنقعد كعائلة نتجمع وناكل الاكل. بس حابة اصور لكم هاي الفيديو الجزئية لهون عشان نلحق ننزل لكم الفيديو هذا، لانه كثير منكم قلقانين علينا وبيسالونا كيف انتم وشو صار لكم، فاكرين انه احنا تضررنا، بس الحمد لله احنا بخير، وان شاء الله كمان تكونوا انتم بخير وما كنتوا بتتابعونا. وحابين نحكي كمان مرة انه الله يرحم اللي توفوا ويشفي الجرحى ويصبر الناس على هاي الازمة، سواء من الزلازل او من البرد، لانها فترة صعبة. يا رب اكيد الله يعين الكل عليها، الله يحميكم جميعا يا رب. وهيك بنكون نهاية فيديو اليوم، وانا كمان وبس باي.